اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. طالعين النهارده وهنتكلم في الموضوع اللي قالب الدنيا من ساعه ما هدى طلعت وقالت انا اتسرقت. طبعا كلنا عارفين ان هدى طلعت عملت ستوري على الانستا وقالت ان هي اتسرقت، وان هي بقالها 20 ساعه بتعيط واتاخد منها حاجه كبيره وحاجه غاليه عليها وحاجه قهر قلبها ووجع قلبها، وان هي بتتكلم على الانستجرام عشان المتابعين على الانستجرام زي اخواتها وناس نضيفة، لكن بتوع اليوتيوب ناس كيكي. وسبحان الله في نفس الستوري قالت انا رايحة على اليوتيوب انزل الفيديو وانزل فيه التفاصيل. ونزلت هدى الفيديو على اليوتيوب وقالت نفس الكلام، وقالت ان اتاخد منها حاجة غالية عليها جدا وما كانتش متوقعة ان هي تضيع منها، وان هي مش هتقدر تقول هي ايه. والحاجة فاطمة قعدت تصبرها وتهديها وتقول لها معلش يا هدى، ربنا يعوض عليكي، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، وانا هركب كالون وهركب كاميرات وهعمل اللازم. طبعا الناس طلعت انتقدت هدى وقالت لها طالما مش هتقولي ايه اللي اتاخد منك، طب كنتي بتطلعي تتكلمي ليه؟ ولكن كان في تعليق عند هدى من عمرو فايز، قال لها ما تزعليش، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، انا عارف ان المبلغ كبير. فالناس فهمت ان اللي اتاخد من هدى فلوس، وقعدوا الناس يقولوا لها محمد اخوكي، لا ده ضني، وقعدت الناس تجود من عندها. طلعت هدى بعد كده بلايف هي والحاجه فاطمه وقعدت تتكلم عن الكياس الدهنيه اللي في عينيها وانها المفروض تعمل عمليه زي لافا، والحاجه تقول لها لا اعملي كمادات شاي. كمادات شاي ايه حاجة على كيس دهنية؟ هي ما عندهاش التهاب في عينيها عشان تعمل كمادات شاي، ده اولا. ثانيا راحوا قعدوا يتكلموا عن الشباشب اللي بتتسرق من على الباب والجزم من عندهم وعند سعاد ومن البيت كله، وان هم جم يفتحوا الباب لقوا عيل طالع بشوال وقالوا له انت رايح فين؟ قال لهم بدور على اخويا. واتصلت الحاجة بفاطمة بعنتر البواب، وانت ازاي ما شفتش اللي طالع واللي نزل، وانت كنت فين وانت نايم على ودانك، والقصة اللي ملهاش اي لازمة دي اللي هم محسسيننا ان هم قاعدين اسفة ان هم قاعدين في محطة مصر مش في بيت. ورجعت قالت ان احنا مش هينفع لما الناس اقترحوا عليها يركبوا باب حديد، قالوا مش هينفع نركب باب حديد علشان في عيادة وفي حضانة. عادي جدا، العيادة والحضانة بيبقوا في اول دور مرتفع، انتوا ممكن تركبوا الباب الحديد من عندكم انتوا، من عند بيتكم انتوا، من الدور بتاعكم. ورجعت قالت هدى في اللايف ده ان اللي اتسرق منها 12,000 جنيه، والحاجة فاطمة قالت ان هدى كانت هتجيب بيهم الشاشة والبوتاجاز. انهي شاشة وانهي بوتاجاز يا حاجة اللي هيجوا ب12,000 جنيه؟ ال 12,000 جنيه اصلا ما يجيبوش شاشة دلوقتي، يبقى ازاي هيجيبوا شاشة وبوتاجاز؟ حضرتك مش معانا على الكوكب ومش حاسة بالاسعار اللي احنا فيها، اكيد فاهمة ودريانة، بس الموضوع واضح ان هو فيك. هو الموضوع واضح ان وجايلكوا في الكلام وهتفهموا ليه بقول كده، ان عايزين يشيلوا الليلة لياسمين وضني. لما الناس سألت الحاجة على ياسمين، الحاجة طبعا ما ردتش في الموضوع وسكتت، ولكن هدى ردت وقالت انا بكلم ياسمين ولسه مكلماها امبارح ومكلمة سليم، وكان المفروض هدى زي ما مامتها توهت الكلام وتوهت في الموضوع ما ردتش على الموضوع، كان المفروض هدى كمان ما تردش على الحتة دي علشان ما تحرجش والدتها. الغريب في الموضوع ان هدى في اول اللايف قالت انا لما دخلت من باب الشقة لقيت الشنطة واقعة في الارض، فقلت ايه ده، هو انا نسيت اشيل الشنطة؟ وبعدين رجعت في اخر اللايف قالت انا لقيت الشنطة ورا السرير. والغريب كمان ان هم قالوا ان اللي اخد الفلوس وما اخدش الغوشتين الذهب، مع ان الغوشتين الذهب دلوقتي يعملوا اكتر من المبلغ اللي اتاخد بكتير، يعملوا حوالي 30 او 40 الف جنيه. بالنسبة لجزئية ان انت لقيتي الشنطة ورا السرير، طب هو ازاي حضرتك هتلاقي الشنطة ورا السرير؟ هو لما حد بتضيع منه حاجة بيدور ورا السرير؟ السرير ايه اللي هتدوري وراه وهو اصلا بيبقى بينه وبين الحيطة مش مكمل 4-5 سنتي، ده اذا كملهم ده بيبقى فيه سراير لازقة في ظهر الحيطة على طول. فواضح ان الموضوع فيه كذب وفيه لف ودوران، وان الليلة كلها عايزين يشيلوها لضني وياسمين، وان ده موضوع متفق عليه. لما الناس قالوا لها محمد اخوكي، قالت لا محمد كان معانا. لما الناس قالوا لها ياسمين قالت ياسمين مسافرة.
وبعدين لما طلعت صدفة في اللايف بتاعها امبارح اتهمت ياسمين وضني. مش عارفة اقول هو اتهام صريح ولا اتهام غير مباشر، لانها قالت ان ياسمين وضني هما اللي كانوا واقفين قدام الباب بتاع الشقة وما كانش في حد خالص في البيت. طلعت صدفة باللايف ده، وطبعا اول ما طلعت تحسوا ان هي طالعة تقول يا شر شر، واي حد هيحك لي على مناخيري هجيب رقبته. طبعا اول ما خد النصيب الحلو، خد كده وش القفص زي ما بيقولوا قنوات النقد، طلعت شتمتهم وقالت ولاد كذا وكذا وكذا وكذا. لما المتابعين ابتدوا يهاجموها خدوا من الحب جانب، مفيش مشكلة، وكلكم عارفين ان صدفة مش بتتوصى ولسانها طبيعي، يعني الله يهديها ويصلح حالها. طلعت صدفة علشان تبرأ اخوها محمد، وقالت ان محمد ما يمدش ايده على حاجة، محمد يمسك التراب يبقى ذهب، انا ببقى مدياله مفتاح شقتي ومفتاح خزنتي، مفيش حاجه نقصت. محمد طب ما لو كان هو خد كان بان عليه، كان دفع مصاريف المدرسه بتاعت ابنه، كان جاب لبس المدرسه لابنه، ما بال ان انتوا قايلين ان ابنه في مدرسه حكومه، يعني ما هياش ازمه ان هو يدفع مصاريف ويجيب لبس، وهو ما شاء الله الله اكبر يعني شغال على التيك توك كويس جدا وبيكسب من التيك توك كويس جدا. وطلعت بعد كده كملت كلامها وقالت ان ياسمين كانت مسلفة امي 400 دولار ساعة العملية اللي امي عملتها، وراحت ياسمين قالت انا مش هدفع الجمعية، خدي فلوس الجمعية من 400 دولار اللي عند امي. وهددت ياسمين كده بنفس اللفظ وقالت لها ان الشقة اللي انت قاعدة فيها دي باسمي، لان كريم جوزي ما كانش عايز يديها لها فكتبها باسمي، وانا اللي اتحايلت عليه انه يديها لها، فلو ما جبتيش فلوس الجمعية انا هكسر الشقة وهقعد فيها، وايه تعالي اتكلمي وقولي انت عملتي كده ليه. وده في حد ذاته اسمه قدر ان حد يعمل كده، فانت حد قادر. وبعد كده قالت او لمحت واتكلمت ان ياسمين كانت بتفتح لايف بالساعات وتدخل جولات مع رجاله غريبه، وده ما يصحش ان انت تقولي كده على اختك او تتكلمي كده على اختك. ناس كتير فسرت ان ده علشان هي مش اختها شقيقتها، وان هي بتدافع عن محمد وبتدافع عن سعاد عشان هم اخواتها من الاب والام، بس انا في رايي ان ايا كان هي اختها، هم من ام واحده، مش هم اخوات من اب وام مختلفين. بعد كده اتكلمت لما الناس قالوا لها انت بتغيري من ياسمين، راحت قالت انا غير من حد احسن مني. الرد ده كان رد وحش جدا، والمفروض لو حد قال لي انت بتغيري من اختك ارد واقول احنا اخوات ومفيش غيره بين الاخوات، ولو اختي احسن مني انا افرح وابقى مبسوطه ان اختي احسن مني، مش هرد واقول انا غير من حد احسن مني او بيعمل حاجه احسن مني. ولما حست نفسها ان هي عكت الدنيا شويه، راحت قالت انا غير من حد بيقرا قران وانا مش بقرا قران، بغير من حد في التدين احسن مني. حاولت تصلح بس كان خلاص، الكلمة لما بتطلع من لسان البني آدم بتبقى ملكته، طول ما هي جواه بيبقى هو اللي ملكها. وفضلت بقى تتكلم ان انا ما حدش ليه حاجة عندي، انا ما صباعي مش تحت ضرس حد، انا ما بخافش من حد، انا مش محتاجة حاجة من حد، وكلام كتير 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 لايف من الاول لاخره ما كانش ليه اي لازمة، كان عبارة عن فضايح لا اكتر ولا اقل. انتي المفروض انتي الكبيرة، انتي اللي تصلحي، ما كانش المفروض ان انتي تطلعي تعملي كده. الناس كلها فسرت ان انتي متضايقة من ياسمين من ساعة ما رجعت لضني، ومش عارفة ايه السبب بصراحة. ولما الناس كلموها عن الحمل وسألوها عن الحمل قالت انتوا ادرى اذا كنت حامل ولا مش حامل، وطبعا انتوا كلكم عارفين صدفة. طلعت ياسمين بفيديو بعدها وكانت زعلانة جدا، وردت وقالت انا هبيع الشقة بتاعتي وانا دافعة قسطها وانا اللي مجدداها، محدش مديني حاجة ومحدش دافع لي حاجة. وقالت انا هبيع الشقة، انا هراضي امي لان امي هي اللي ليا، انا هراضي امي. وسمعت الناس الفويس اللي الحاجة فاطمة بعته لها علشان عايزة تشوف سليم، وقالت انا اتفقت مع عربية وهروح اشيل حاجتي وهبيع الشقة وده قرار نهائي، انا مش عارفة هم عايزين مني ايه. قالت فعلا انا كنت موجودة في البيت وكان محتاجة العوامة بتاعة سليم،
واتصلت بهدى سألتها، قالت لي دي على السلم. فسبت سليم وضني في الاسانسير وطلعت علشان ابص على العوامة ما لقيتهاش. ومش معنى اني كنت موجودة في الدور السادس يعني انا حرامية. وكان شكلها زعلانة جدا وقالت انا هديهم الجمعية وهبيع الشقة وهمشي مش هقعد في البيت، ولو في حد عليه اللوم يا ياسمين هيبقى انتي، لان الناس كتير جدا من المتابعين قالوا لك يا ياسمين لا تقعدي عند اهلك ولا تقعدي عند اهل ضني، اقعدي بعيد عن الطرفين علشان تبقي سلمى من المشاكل. واضح جدا ان الليلة كلها عايزة تتشال لياسمين وضني، واضح ان الموضوع كله متفق عليه ان ياسمين هي اللي تلبس الليلة. زي ما قالوا قبل كده ان شقة محمد اتسرقت وضني قدامه ازاي ما سمعش الحرامي وهو بيسرق، فواضح ان النية مبيتة من زمان لضني. وايه السبب الله اعلم، لان الموضوع ده تقريبا كان قبل الخلافات اللي كانت بين ضني وبين ياسمين. فطلعت ياسمين النهاردة وقالت ان انا لو ما كانش انا ليا متابعين وبحبهم والكلام ده كله انا ما كنتش طلعت تاني على اليوتيوب. وفي ملحوظة كمان عايزة اقولها، ان ياسمين مش محتاجة انها تسرق، لان ما شاء الله برغم ان قناتها اصغر من قناة صدفة الا ان ياسمين مشاهداتها حلوة جدا وعندها قبول والناس حباها، فهي مش محتاجة انها تسرق. المشكلة بقى اللي انا عايزة اقولها او التعليق اللي انا عايزة اعلقه، ان الواحد بيحزن لما يشوف الاخوات بيحصل بينهم كده وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وده يطلع يقول وده يطلع يفضح وده يطلع يتكلم وده يطلع يتهم. ليه ما بقاش عندنا الحميمية؟ ليه ما بقاش عندنا حرمة البيوت؟ ليه ما بقاش في خصوصية؟ ليه بقت اي حاجة بتجيب فلوس بنطلع نعملها حتى لو على حساب سمعتنا، ونرجع بعد كده نقول الناس بتتكلم والناس بتشتم والناس بتقول، وفي الاخر تلوموا برضو على قنوات النقد؟ ما هو شيء طبيعي ان ده محتوى بيطلع على العام لازم هيقابل رد فعل على العام برضو. ليه ما بقاش في عندنا لا انا اخويا ما يعملش كده؟ يعني ليه اللي كنا بنشوفه في الافلام والمسلسلات بقينا نشوفه على الطبيعة؟ ليه ما بقاش في اخوة اللي كنا اتربينا عليها وفاهمين يعني ايه اخوة؟ يعني انا افدي اخويا بروحي. كنت اسمع مثل يقولوا انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. دلوقتي الاخوات هي اللي على بعض، الاخوات هي اللي بتاكل بعض. وواضح ان موضوع السرقة ده مأصل في عيلة جاد، يعني موضوع السرقة ده مأصل قوي عندهم، سرقة شباشب وسرقة فلوس. يعني في ايه يا جماعة؟ بتطلعوا تقولوا كل حاجة على عام وبعد كده تزعلوا لما الناس تقول رأيها. ليه ما يبقاش كل واحد ليه محتوى بعيد عن الحياة الخاصة؟ ليه؟ والعيب اصلا من البداية عند هدى انها طلعت اتكلمت في الموضوع ده اساسا على مبلغ تافه زي ده، واللي اصلا واضح ان هو ما اتسرقش. زي ما لمحت برضو صدفة في اخر الفيديو او في اخر اللايف ان تقريبا هدى رجعت لخطيبها، وزي ما كنا كلنا شاكين ان ده مجرد ترند، لان الناس سألتها في اللايف عنه وكانت بتتهرب من الاجابة عشان لما تيجي ترجع بعد كده ما يبقاش في كلام اتمسك عليها. ليه بقى كله ترندات في ترندات عشان الفلوس ومش فارق؟ المتابع يضحك عليه، مفيش احترام للمتابع، مفيش احترام لعقليته، مفيش احترام للخصوصية، مفيش احترام لعلاقة الاخوات ببعضها. وعندهم يعني بقوا الاخوات عندهم استعداد يخسروا بعض عشان حبة فلوس وعشان مشاهدات. يعني انا مش لاقيه حاجه اقولها اكتر من كده. الله المستعان على اللي بيحصل على اليوتيوب وبين الاخوات وفي العائلات وغيرهم كتير، مش عيله جاد فقط، لغير غيرهم كتير. الله المستعان. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.